السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم طيبين. اليوم موضوع انه بشهر محرم، هذا الشهر الفضيل، الشهر اللي الناس كلها تنتظره، بس اكو بعض من الشباب واكو بعض من البنات انه شو سمعة هذا الشهر، انه يتوعدون حب وعلاقة حب داخل هذا الشهر المحرم، انه زيارتهم تكون فقط يعني يشوفوا لا اكثر ولا اقل، انه يشوفه تروح يعني رايحة يقعد في الزور، رايح اشوفه وتواعد وياه، وصارت اشياء من اشياء انه هي مثل ما تقولون انه شابه هي متزوجه وتواعدت ويا حبيبه وسوت هذا الشيء وسوت هذا الشيء وراحت وعافت الزياره. على كل اذا انت رايح للزياره يا عيني انت رايح مكان طاهر، عوف هاي السوالف كلها، عوف هاي السوالف كلها. اتمنى شباب على عيني وراسي، اتمنى بدون تجاوز، انه قاعد نقدم نصيحه حلوه واتمنى تفيدكم كلكم على راسي ان شاء الله. انه انت رايح هذا المكان، اروح ازور، اطلب الشيء اللي محتاجته. اذا انت كنتي طالبه، كنتي متزوجه، كنتي مطلقه، كنتي منفصله عن رجلك، انه تدعين وان شاء الله ترجعين رجلك او تدعين، بس تعوفي هاي الاماكن اللي تريد تروحي لها. انت توعدين يا صاحبك وتوعدين هذا الشيء، هذا والله العظيم انه الله ما يقبل. يعني انت رايح المكان طاهر، اترك هذا الشيء اختي الغاليه، اترك هذا الشيء اخو الغالي. فعلى كل يعني هواي ناس تروح تواعد. هذا المكان مكان طاهر، مو كورنيش ولا ميتة العاب ولا شيء انه تواعد وياه مكان عشاق. هذا مكان طاهر، تروح تزور، تروح تدعي، تروح تشوف الشيء الطاهر، تروح تشوف الشيء المكان الحلو اللي آلاف الناس وملايين الناس تتمنى توصل له المكان. يعني هذا الشيء الحسين والحسن حتى ما يقبلوا هذا الشيء اللي جاي يسوونه. لا تقول لي انا اروح ازور، يا اخي الغالي لا تزور والله العظيم، لا مو شرط هي زياره، بس اذا زيارتك بنيه صادقه وانه انت نيتك توصل بدون هاي الاشياء، والله العظيم زيارتك مقبوله. بس اذا انت رايح لهاي الاشياء تافه متواعد او انت متواعد على هذا الشيء، فعلى كل نتمنى من الشباب والبنات يعني انه يبتعدون عن هاي الشغلات ويتجهون لشغله واحده، انه يخلون بالهم هذا الشيء غلط. خلي زيارتك تكون اللي انت رايح مشي 14 يوم، فكر 14 يوم او 15 يوم مشي، حار برد تعب، يعني رجليك يتأذن وكل هذا، انه انت تروح تزور اطهر انسان، تروح تزور كربلاء والنجف، يوم الحسن والحسين والى اخره، تروح تزور الاماكن الطاهره. يعني يا اخي خلي لك شويه انه نبتعد عن هاي الشغلات التافهه، نبتعد عنها، انه نتجنبها، انه نكون شغلتنا فقط نزور، نطلب، نروح يعني نشوف الاماكن الحلوه، ندعي. على كل انه اتمنى من هذا الشيء، يعني لان هواي صار الشغلات انه شغلات موعد وكظوهم وصارت مشاكل من هذا الشيء. يا اخي ابتعد عن هذا الشيء، عندك اماكن هواي، عندك الف مكان انه تقدر تشوف صاحبتك او حبيبتك، بس هذا المكان طاهر لا تقرب من عنده انه تتواعد وياه او شيء. اما انت ابوك او امك او اختك تطوش ثقه عاليه انه خلوش ترحين ويا اهلك، بس مع الاسف اكو بنات، قسم البنات انه رايحه تزور وتتواعد ويا صاحبها وانا في مكان تعالي وشوفك، هذا الشيء كله غلط. بس اكو ناس راح تزعل من الكلام، يقول لك انت ايش دخلك؟ يعني مو دخلني يا اخي، انه انا هم ينحرق قلبي، هم راح تروح راح تروح ازور، بس ما احب هذا الشيء. يعني خلي هذا الشيء فيه، لان هذا يعني الا تروح تشوف صاحبتك بهذا المكان الطاهر. على كل رب يحفظ العراقيين من كل شر. كان معكم اخوكم فهد الغلا، مع السلامه. لا تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك. باي.